تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر في الفرن، بس بطريقة حلوة جدا جدا. طعمه حكاية زي ما انتوا شايفين كده، وخطير ومفلفل، وكل حباية لوحدها مش معجن. مهما زاد اللبن هتلاقي كل حباية لوحدها كده. شوية خطوات مهمة وحاجة بسيطة جدا هتخلي أحلى رز بلبن هتاكليه معمر في الفرن. ده رز بلبن مسكر. نسمي الله كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ريت لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. عندي بقى الرز بتاعي، مش هقول قد ايه بقى ولا مكونات او مقادير علشان على حسب الصينيه والحجم يعني. انا هعمل صينيتين. غسلت الرز، انا حطيت الرز ناشف في الصينيه لحد ما ملا الصينيه كده بمقدار 1 سنتي يعني. تمام كده. خدت الرز ده وده وغسلته. هنصصه بقى في الصواني بتاعتي بالشكل ده. انا عندي اللبن بيغلي على البوتاجاز. هننزل بقى بالزبيب وجوز الهند على الرز، او بالمكسرات اللي بنحبها، بس الزبيب وجوز الهند بيديله طعم حلو جدا. عليهم بقى شوية هنا وشوية هنا. هنزل بقى بالكيسين فانيليا، واحد على الصينية دي وواحد للصينية دي. تمام كده زي الفل كده على الناشف خالص. غسلنا الرز وحطيناه بس في الصينية، محطيناش ولا سمنة ولا اي حاجة لسه. وبالسكر بقى وانزل. ايوه كده. هنقلب تقليبة كويسة في الصينية دي والصينية دي. تعالوا بقى الخطوة المهمة جدا اللي هي جاية دي. هنحط بقى معلقتين سمنة كبار، سمنة بلدي كده كبار، من هنا في الصينية دي وفي الصينية دي. هنعمل فيهم ايه بقى؟ هناخدهم على البوتاجاز من فوق ونشوح بقى الرز ده تشويحة حلوة قوي مع بعضه بالسمنة لحد ما السمنة تفك مع السكر والزبيب وجوز الهند والفانيليا، وشمي الريحة بقى في المرحلة دي. خطير. ودنك بقى شوحي شوحي كويس قوي بحيث ان الحبايه كده تتغلف بالسمنه وتبقى قرمشت كده. كده ما يخلوش يعجن منك خالص خالص. حتى لو اللبن كتير هتلاقيه طعمه حلو قوي قوي بعد ما يستوي. تمام كده. هنقعد نشوح فيه بالشكل ده على نار وسط. انا هنا مولعه الفرن يسخن جدا على ما اخلص كل الخطوات اللي قدامي دي. اهو السمنه بتفك تدريجي كده وبتسيح في قلب الرز مع السكر بقى. يعني تحسي كده ان الرز اتكرمل. وهنعمل الصينية التانية بنفس الطريقة. خلاص كده عملنا الاتنين تمام زي الفل. عندي بقى اللبن بتاعي انا اغلياه، لازم يغلي ويكون سخن جدا. اهو عندي بقى الرز كده قلبي قلبي لحد السمنة ما تسيح فيه مع السكر كده، ويدي الريحة الحلوة قوي بتاعت التشويح الرز مع السمنة مع الفانيليا. تمام كده زي الفل. عندي بقى اللبن. بصوا بقى وشه عليه وش قشطة ما شاء الله، خير كتير. انزل بيه بقى فوق الرز. خطير. ودي بقى كده وخلي بالك يعني ايه كل شوية شوفي مقدار المي الرز على اللبن على الرز علشان ما يزيدش منك ولا يبقى قليل. خلاص كده اهو. ارتفاع اللبن يبقى فوق الرز بحوالي 1 سنتي كمان. هنقلب تقليبة كويسة ونظبط السكر بتاعنا. وعلى الفرن هنحطه في الرف اللي في النص، ونولع بقى الشواية ومن تحت الاتنين مع بعض علشان الوش بتاعه ده يعمل الوش اللي بنشوفه، وش مقرمش وجميل بالشكل ده. اهو طلعوا بقى كده. هيقعد بقى مع نفسه كده في الفرن حوالي ساعة الا ربع وطلع. وتعالي كلي احلى رز معمر مسكر، حاجة كده تحفة تحفة. تعالوا ندوق بقى. شوفوا الشكل. بصوا خطير. مفلفل كده وكل حباية لوحدها كده جميل وطعمه حلو قوي. اتمنى فيديو النهارده يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. تعالوا بقى شوفوا الرز خطير. تعالوا نقطع كده بعد ما برد شويه. نطلع خرطه. جميل يا جماعه. لازم يبرد بقى عشان يطلع خرط. يعني كل ما يكون سخن مش هيطلع خرطه زي ما انتي ايه في قطع سليمه. فنسيبه يبرد خالص ونقطعه بقى خرط كده مع حاجه تحفه. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.